عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض بسكوت جوز الهند بطريقه سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم ما ينفعش نعمل حاجه العيد من غير ما نعمل بسكوت جوز الهند. جربوها يعجبكم جدا، وفعلا كل عيد لازم تعملوا بسكوت جوز الهند، طعمه حلو قوي. بس قبل ما نبدأ عايزة أفكركم إن في مسابقة شغالة، في 2 هيكسبوا معانا، كل واحد هيكسب 50 دولار. لو لسه ما شفتوش شروط المسابقة روحوا شوفوها علشان تلحقوا تشتركوا فيها. باقي في المسابقة خلاص 3 أيام تقريبا أو 4 أيام بالكتير، فالحقوا اشتركوا في المسابقة علشان تدخلوا معانا في السحب. يلا نبدأ بقى ونشوف هنعمل البسكوت بتاعنا ازاي النهاردة. معانا هنا كوباية من السمنة، ممكن كمان نستخدم كوباية من الزبدة، المتاح عندك اشتغلي بيه. كوباية من السمنة او كوباية من الزبدة هنزل بيها كده في البولة بتاعتي، وهنزل عليها بكوباية من السكر البودر، ولازم طبعا ننخل السكر. عايزه اقول لكم ان انت ممكن تعملي نص المقدار ده، ممكن تضاعفي المقدار، يعني براحتك حسب الكميه اللي انت عايزاه. يبقى حطينا كوبايه من السمنه عليها كوبايه من السكر البودر المنخول. هنبدا بقى ندخل السكر في السمنه بالشكل ده، ونشغل المضرب بتاعنا ونضرب لحد ما نوصل لقوام يكون كريمي زي ما احنا متعودين في كل حاجه بنعملها من حاجه العيد. المفروض دي تبقى خطوات ثابته، خلاص كلنا اتعلمناها وكلنا بنمشي عليها بالترتيب كده، واحنا عارفين وفاهمين بنعمل ايه بالظبط. هنفضل نضرب فيها لحد ما نوصل لقوام كريمي، ولازم ندخل كل اللي على جنب كده. وبعدين هنا هنزل معايا باتنين من البيضة بتاعتنا كاملة، وهنزل ببيضة واضربها لحد ما تختفي، وبعدين هنزل بالبيضة التانية وعليها معلقة صغيرة من الفانيليا. هضرب البيضة التانية وكده لحد ما البيض بتاعي يختفي مع الفانيليا مع السكر والسمنة، ونوصل للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. في المرحلة دي هبطل العجان بتاعي او المضرب، وهضيف الدقيق. معانا قد ايه دقيق؟ انا هستخدم 4 كوبايات من الدقيق، بس طبعا الدقيق بيختلف من نوع لنوع. زودي 3 كوبايات مثلا، وبعدين تزودي بالراحة وبالتدريج لحد ما توصلي لقوام العجينة المتماسك. تمام كده؟ يعني انت ممكن تحتاجي 4 كوبايات زي ما انا احتاجت، ممكن تحتاجي اقل من 4 كوبايات، ممكن تحتاجي اكتر من 4 كوبايات عشان نبقى متفقين. هنحط معانا ايه هنا؟ حطيت رشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من جوز الهند. تمام كده، جوز الهند بتاعنا الجوز الهند الباودر المطحون، نزلت بيهم على الخليط برضو، وهبدأ ألم العجينة بتاعتي. أنا مش بعجن، أنا مجرد بلفها في الطبق كده. بنخلط كل الكلام ده مع بعضه والدقيق يختفي، والعجينة بتبقى متماسكة معانا، مش بتبقى طرية علشان احنا بنشكلها بإيدينا. تمام كده، أنا بعمل كرات بإيديا وهوريكم ازاي هشتغل وازاي هشكلها. يبقى العجينة بتاعتنا بتبقى متماسكة. طيب لو انا عملت العجينة وطلعت ناشفة اعمل ايه؟ في كذا حد بيعمل اي مقادير او اي مكونات من اللي عملتها الوصفات قبل كده، ومثلا الدقيق زاد منك. طب في الحالة دي اعمل ايه؟ تزودي معلقة من السمنة او معلقة من الزبدة على حسب انتي شغالة بايه في الوصفة بتاعتك. زودي معلقة كده وتلميها كمان، وبعدين هتبقى مظبوطة معاكي وزي الفل. يبقى لو الدقيق زاد مننا او العجينة تخنت نزود معلقة من المادة الدهنية. تمام كده؟ بس ما تزوديش كتير، هي معلقة وتلميها وتجربيها، لو لقيتيها لسه بتشقق او مش نافعة وكده يبقى نزود معلقة كمان، لكن ما تزوديش سمنة مرة واحدة، نزود بالتدريج. شفت معايا شكل العجينة عاملة ازاي؟ هنا بقى معايا معلقتين كبار من السكر البودر، عليهم 3 معالق كبار من جوز الهند. هنقلبهم كده مع بعض، وتعالوا نعمل الاشكال بتاعتنا. هناخد كور كده، وعلى حسب ما انت عايزه حجم البسكوته بتاعتك كبيره او صغيره. ممكن تسيبيها ساده، ممكن تعملي اشكال زي ما انا عملت كده. انا المره اللي فاتت عملتها لكم ساده، المره دي هعمل ساده وهعمل اشكال. بصي الجهاز ده او المكبس ده مكبس بسكوت، ممكن تستخدميه في حاجات كتير على فكره، فانا حبيت اعمل بيه البسكوت، بسكوت جوز الهند. فبتعملي الكوره وبتضغطي كده بالجهاز زي ما انت شايفه كده، وبتعمليها بعدين في السكر وجوز الهند. الطبقه اللي احنا عملناها كده بتبقى طبقه على الوش كده. تمام. بعمل منها اشكال وبعمل منها ساده، ولو هتعمليها ساده بتكوريها زي كده وبتطبطبي عليها حاجه بسيطه جدا، وبعدين برضو بتحطيها في الكفر بتاعنا اللي هو جوز الهند والسكر. وتعالوا اوريكم الاشكال اللي انا عملتها. بعد ما بيستوي الاشكال مش بتبقى واضحه قوي، بس بيبقى باين ان في رسمه في البسكوته بتاعتك مش ساده. فانت عايزه تعملي اشكال براحتك، عايزه تعمليها ساده برضو براحتك. انا هنا بس هوريكم الكام رسمه اللي انا عملتهم عشان تعرفوا الاشكال اللي انا استخدمتها والشكل بيبقى طالع عامل ازاي. شايفين رسوماتها؟
بحطها برضو في جوز الهند والسكر وبحطها في الصواني بتاعتي مش مدهونة ولا اي حاجة. هنكمل الاشكال بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. انا بس هوريكم كل شكل رسمته عاملة ازاي وانا هكمل الكمية بتاعتي. الفرن بتاعك طبعا بيبقى مسخن مسبقا على درجة حرارة 325 لو انتي في امريكا، ودرجة حرارة 180 لو انتي في مصر. تمام كده. الفرن لازم يكون سخن قبل ما تدخلي فيه اي صواني. شايفة الرسمة دي عجبتني برضو. هندخل السجاد بتاعتنا او الصواني بتاعتنا الفرن، وده شكلها قبل ما بتدخل الفرن، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شايفين شكلها عامله ازاي؟ اللي فيها رسمه بتبقى باينه ان فيها رسمه كده بس على خفيف، لكن الساده بيبقى باين ان هي عليها الطبقه اللي من بره اللي هي جوز الهند والسكر بس. جربوها وهتعجبكم جدا. شايفين لونها عامل ازاي؟ جميله قوي. شايفين الرسومات دي برضو طالعه شكلها عامل ازاي؟ بسكوت سهل جدا وفعلا مش بياخد وقت خالص. جربوها هيعجبكم. ودي الاشكال والرسومات بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش تشتركوا، تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل. ولو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعت النهارده. وهفكركم تاني بالمسابقه اللي شغاله، مكسب $50، 2 هيفوزوا معانا. لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في المسابقه علشان تكسبوا معانا في السحب. واشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.